بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما تحبه ربنا وترضاه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. اللهم يا رب صل وسلم وبارك على من أرسلته رحمة للعالمين، نبينا وحبيبنا وإمامنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المشاهدون في كل مكان، أيتها الأخوات المشاهدات في كل مكان، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونلتقي معكم في برنامجكم الأسبوعي فاسألوا أهل الذكر في هذه الحلقة لنتدارس فيها ما يهمنا في أمور ديننا. لا شك أيها الإخوة الكرام، أيها الأخوات الكريمات، أن الله سبحانه وتعالى قد جعل هذه الدنيا هي محطة للآخرة، وقد جعل هذه الدنيا مؤقتة وتزول بعد أن يقضي الله سبحانه وتعالى بزوالها، فلكل أجل كتاب، يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. نعم، الحياة بهيجة، والحياة زينة، والحياة هي متاع قليل إلى زوال. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما لي وللدنيا، إنما أنا كراكب استظل تحت ظل شجرة ثم راح وتركها. وقبل ذلك قال الله جل في علاه: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد إلى آخر الآية. إذن يجب علينا جميعا أن نعرف حقيقة هذه الدنيا، وأن نعرف قدرها، وأن لا نعظم شأنها، لأن من عظم شأن الدنيا في قلبه نزل شأن الآخرة في قلبه. ولا شك ولا ريب أن الآخرة خير من الأولى، وللآخرة خير لك من الأولى. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى. نعم، إني أنصح نفسي وأنصح إخواني وأخواتي ألا يغتروا بهذه الحياة، وأنصح كذلك ولاة أمر المسلمين، أنصح ولاة أمر المسلمين أن يعتبروا بمن ذهب قبلهم، وأن يحتاطوا لهذا الأمر، فإنهم والله مسؤولون أمام الله سبحانه وتعالى. وكذلك أنصح أيضا أهل الأموال الذين أفاء الله عليهم بالأموال ألا تغرهم هذه الأموال، وألا تصرفهم عن طاعة الله سبحانه وتعالى، وألا تصرفهم أيضا عن سبيل الله سبحانه وتعالى وعن إنفاقها في وجوه الخير وعلى الفقراء والمحتاجين والمساكين، لأنهم والله ثم والله ثم والله إنهم مسؤولون عنها يوم القيامة. قال الله جل في علاه: وما أنفقتم من شيء